السلام عليكم. الأنف هو العضو الأكثر بروزا في الوجه، عشان كده وجود أي غياب للتناسق بين أجزاء الأنف أو بين الأنف وملامح الوجه بيكون مشكلة بالنسبة للشخص اللي قدامنا في التواصل مع الآخرين. الحالة اللي معانا النهاردة عندها بروز في ظهر الأنف زي ما احنا شايفين، وعرض كبر عرض عظام الأنف. مشكلتها الأكبر في سقوط الأرنبة أثناء الضحك، بالإضافة إلى إعوجاج الحاجز الأنفي من الداخل. أنف مصرية نسعى إلى نحتها على الطريقة الفرعونية إن شاء الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية مباشرة إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. أنف مصرية أنثوية تم نحتها على الطريقة الفرعونية زي ما احنا شايفين. ظهر الأنف أصبح مقعر قليلا للداخل بعد ما كان محدب للخارج. أرنبة الأنف أصبحت محددة ومرفوعة، تعكس نقطة النور الساقط عليها زي ما احنا شايفين، ودي أجمل ما في الحالة معانا النهاردة. طول الأنف تم تقصيره لأن المسافة بين الشفة العلوية وأرنبة الأنف تم زيادتها. الحاجز الأنفي اللي كان مضايق التنفس تم نحته من الداخل، بالإضافة إلى نحت عظام الأنف من أعلى زي ما احنا شايفين. خلال ساعة تقريبا 60 دقيقة وصلنا للنتيجة الجميلة اللي معانا النهاردة بأقل جزء من التورم والكدمات حول العين زي ما احنا شايفين. شكرا ليكم، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله. شكرا لكم.